واحد الله وصلى على النبي. تعالى كده اما اقول لك هنقول كلمتين اتنين على اللحم البرقي، مع ان اللحم البرقي لو قعدنا نتكلم عليه 100 سنه ونقول فيه شعر برضه مش هنوفيه حقه. كل شويه واحد يجي يقول لي انت عمال تتكلم على البرقي على البرقي على البرقي، اقول لك ليه بقى؟ لان البرقي ده له 9999 ميزه، هقول لك على ميزه واحده منهم النهارده. تعالى كده يا برنس، بص اللحم البرقي، تصفيه اللحم البرقي ولون اللحم البرقي عامل ازاي. محدش يصدق ابدا ان ده لحم ضاني من منظره ده وشكله وجمال وطعامه اللحمه دي. اللحم البرقي زي ما قلنا له 9999 ميزه، منهم الميزه اللي انت هتشوفها دي. هتشوف الريشه الضاني ديت عامله ازاي. ومش كل البرقي، احنا بنتكلم على البرقي اللي بيجي من الصحراء، اللي بيجي من مرسى مطروح، الخروف اللي بياكل في الصحراء على الرمله والشمس فوق دماغه، مفيش اي حاجه تحجب عنه الشمس، واخد الكالسيوم من الشمس ومتغذي من اعشاب الصحراء. تعالى يا نجم كده، بص الريشه الضاني عامله ازاي، تفاصيل الريشه الضاني بتبقى عامله ازاي. لحم الضاني الصحراوي عامل زي اللحم الوجيو المشهور بتاع اليابان اللي الجرام فيه مش عارف بكام دولار. بص على الريش، بص على تفاصيل الريش، التفاصيل موحده. مميزات اللحم الضاني انه غني طبعا بالفيتامينات، غني بالبروتين، غني بالاعشاب طبعا، لان الخروف طبعا في مرعته وكده كده متعود ان هو ياكل عشب من الصحراء، كالسيوم الشمس فوق دماغه على طول من يوم ما اتولد وهو موجود في الصحراء، واكل من اعشاب الصحراء، بيشرب من ميه البير بتاعه الامطار، اكله شعير واكله اعشاب من الصحراء طبيعيه 100%. بص يا نجم، المعروف طبعا زي ما قلنا ان المحبب اكل اللحم اللي بيجور العظم، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال خير اللحمه جور العظم. طبعا الريشه الضاني هقول لك بقى عليها ايه حكايات. ديت وزنها كيلو، هنبص هنشوف قطعت كام ريشه. ومعروف ان الخروف بيبقى فيه 24 ضلع زيه زي اي حيوان، يعني المفروض ان ده جنب واحد خدناه من الريش، المفروض انه يقطع 12 ريشه اللي هم عدد اضلع الخروف. تعال بص كده بقى، كده 2 4 6 8 10 11، ولسه احنا كده وصلنا تقريبا حوالي هنقول 700 جرام من وزن الريشه اللي معانا. يعني الخروف البرقي تصفيته اعلى مهما كان هو حتى وزنه صغير، بتبقى تصفيته اعلى من اي خروف تاني، زائد ان لحمته بتبقى حمراء ما بتبقاش سمينه. قلنا ان خير اللحمه جو العظم، الريشه بتاعته العظمايه بتاع الريشه زي ما انت شايف كده، الريشه دي تتدرس في القاموس، عباره عن عظمايه مكسيه كلها لحم، ولحم بقى مش اي لحم، اللحم البرقي مش هقول لك عليه غير لما تيجي تجربه. دي حاجه. الريشه اللي بعظم اهي خير اللحمه جو العظم، ادي الريشه اللي فيها عظم. بص بقى يا برنس، بين كل ريشه وريشه بنطلع ريشه كمان اهي كلها لحم. ظهر الخروف مكسي لحم، ده الخروف البرقي الصحراوي اللي احنا عارفينه، ده كله لسه في النص الجنب اهو. بص اهي تصفيه اعلى طبعا من اي خروف. كل ده احنا شغالين اهو في نص ريش، يعني لسه ما جبناش ريش بيت الكلاوي. بص اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مش هقول لك بقى عن الريش الضاني الصحراوي البرقي. تعالى نجم عد كده معايا، ده 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ريشه. طبعا احنا واخدين ايه؟ واخدين الضلوع بس، اللي هو المفروض ان هم 12 ضلع. بتاخد الريشه اللي فيها العظم، وبتاخد الريشه بقى اللي هي البسكوت اللي هي ما فيهاش عظم، الريشه اللي هي بتبقى ما بين الريشتين، دي عباره عن قطعه لحم. بص بسكوت البسكوت. الريشه دي كمان لما بتتبل وتتاكل حاجه فوق الخيال، وهم الوهم. تعالى يا باشا، خدنا ال 12 ريشه، ال 12 ضلع مطلعين 22 ريشه. دي ريش بيت الكلاوي، ودي لوحدها محتاجه حلقه عشان نشرح ونقول المميزات والجمال بتاعه ريشه بيت الكلاوي. دي حكايه عايزه حلقه لوحدها ان شاء الله هنطلع. واحد الله وصلى على النبي، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، ومستنيينكم تنورونا. قريه كمونه المشويات في الاسكندريه في سيدي جابر، مول سيتي سكوير، كمونه المشويات والاكلات العربيه. واحد الله وصلى على النبي، كل سنه وانتم طيبين، واعمل لايك للفيديو. خش يا نجم.